السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ومتابعين المحترمين. بحبكم جدا وحشتوني جدا. يا رب تكونوا في أفضل حال. هعمل معاكم النهاردة البسلة جميلة، بسلة في منتهى الجمال. هعملها لكم بطريقة سريعة جدا، مش هتاخد وقت ولا سوى ولا أي حاجة. عندي طريقة مميزة هعملها معاكم ويلا نشوف هنعمل ايه. طبعا أنا جبت حوالي كيلو ونص من البسلة، قطعت عليها جزراية واحدة لأن ولادي ما بيحبوش الجزر كتير فيها. لو انت حابة تزودي براحتك. طبعا القطة انتوا عارفين أنا الأول بسبكها، يعني بسلق الطماطم. لو مش عندي في الفريزر بعمل قوطه يا دوبك بس تاخد غلوتين كده، وبعد كده خلاص بصفيها من الميه واضربها في الخلاط. بمنع المزازه وبتبقى طعمها حلو جدا. وطبعا بصفيها عشان القشر والبذر اللي فيها عشان القولون. طبعا مجهزه حوالي 4 فصوص توم كده عشان يدوا نكهه وطعم. وبراحتك بقى، عندك مرقه تمام، عندك لحمه تمام. انا عندي لحمه، هعملها بلحمه. عندك فراخ تمام، يعني المتاح بالنسبه لك. وممكن كمان من غير اي ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، ممكن بماجي وتبقى زي العسل. ومشي حياتك. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. كده معايا على البوتاجاز كنت مقطعه بصلايه، وكان في حته سمينه كده في قلب اللحمه حطيتها معاها. محدش بقى يقول لك كوليسترول والكلام ده كله، لان اصلا الدهون الحيوانيه اصلا صحيه اكتر من السمن والزيت اللي احنا بنستعمله. فحطيت معاها كده تاخد تشويحه كده معاها. تمام اهو، لغايه البصلايه بس ما تصفر معايا. تصفر تاخد اللون الذهبي، هحط لها التوميه وارجع لكم تاني. يا دوبك البصلايه معايا دبلت بس هروح نازله بالثوم. الثوم ده لمجرد انه يدي ريحه بس، وبيدي تيست كده وطعم جميل. تمام، تتحمر معايا وهرجع اسقط القوطه، هرجع لكم تاني. كده خلاص البصلايه معايا اخدت لون هي والثومه. هنزل بقى باللحمه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخدها بقى تشويحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه بس تاخد تشويحه كده مع البصلايه، وهنزل بالصلصه. كده خلاص اللحمه بتاعتي اخدت تشويحه، هنزل بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هسيبها بقى تتسبك فيها كده وتستوي، واحط بقى الفلفل الاسمر بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحب احط مكعب ماجي. هسيبها بقى يعني تستوي فيها كده، والطماطم بتاعتي تتسبك، واللحمه بقى تنزل العصاره بتاعتها بقى والطعم الجميل بتاعها كده. وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي اللحمه اهي بتستوي زي ما انتم شايفين. سيبها تستوي، موطين العين عليها عشان تستوي كده بالراحه ويبقى طعمها حلو. ما تعلوش النار خالص على الاكل بتاعكم، تستوي براحتها. وكل ما احس ان التسبيكه خلاص قربت تنشف بزود لها شويه ميه بسيط خالص. تمام، هنقلها على العين التانية عشان ما نقعدش بقى كل حاجه نعملها كده، يعني نقعد جنبها. هنقلها على العين الصغيره اهو، تكمل بقيه التسويه بتاعتها. والبسله حطيت لها شوربه تستوي فيها. الخطوه دي محدش بيعملها كتير، يمكن قناتي بس. تمام، الطريقه دي اعمليها. بصي هتاكلي احلى بسله في الدنيا. انا بسويها في شوربه، ما بتاخدش منك وقت، ما بتبقاش واحده واحده، كله بيستوي بيبقى طعمه حلو جدا. سويها في شوربه شوفي طعمها يبقى عامل ازاي. بسبك القوطه قوي، ما بخليش فيها يعني تبقى خفيفه، لا بخليها مسبكه على الاخر. واخلي البسله تكون مستويه في قلب الشوربه بتاعتها. وهقول لكم انا بقى بعد كده هعمل ايه. هتاكلوا احلى بسله في الدنيا. تمام يا حبايب قلبي، هخليها تستوي بقى في الشوربه خالص. مش هزود الشوربه عليها، يا دوبك بس تستوي في الشوربه بتاعتها. طب ما فيش شوربه ممكن احط ميه وماجي، ما فيش اي مشكله ومشي حالك. تمام، هسيبها لغايه ما تستوي بقى وارجع لكم تاني. كده خلاص حبايب قلبي، كانت اللحمه بتاعتي استوت وبقت منبل، والبسله عندي كمان استوت وبقت زي الفل. شايفين؟ بصوا المرقه فيها حاجه بسيطه قوي مش كتير. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هدلق بقى البسله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واستوت ما خدتش مني 10 دقايق. ظبطت الملح بتاعي واسيبها بقى تاخد غلوتين معاها كده. تمام، وهرجع لكم تاني.
خلصت البسلة معايا، وكنت عاملة رز أبيض طبعا، وما تحلاش البسلة إلا بالرز الأبيض أو رز بشعرية. كده شايفين شكلها عامل ازاي؟ اعملوها بنفس الخطوات واسلقوا البسلة في شوربة، هتلاقوا اختلاف كامل. وانا بحب اسبك الصلصة بتاعت البسلة وكده. انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب اكون خفيفة عليكم. بتمنى لكم كل السعادة من كل قلبي، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.